ابو حسين، الحب. سمعت انه وقع لك موقف في الحديديه يموت ضحكه. ايوه بالله انت اللي متابعين لك. بشر. قل يا سيد الناس، هذاك الايام كنت اقوت دريت، وكنت مجتهد في هذا الشيء. يعني الساعة 9 الصبح وقد فتحت محلي، خلاص قد جيت من الرحب، قد كل اموري سابره. بكرت فتحت المحل الساعة 9. بكر زبون لا عندي، شل مني قال حاسبني، بقيت عند 7000 ريال. قال شا احولها لك، ما ساعة وهي عندك. قلت لك تمام حاضر. بعتها لي يا سيد الناس وطرحت العامل حقي، وصرت بزيت المره معاها عودة في المستشفى. صرنا العودة، دخلت المره عند الدكتورة وانا اتصلت ديه الحوال ما وصلتش. اتصلت له قال هنيت لك، قال عاد اوصل الحديد وانت حانب ب 7000 حقاك. قلت صرت لوي بزلطي. ها والله لا الحقك، والله لا الحقك، لا هانك زلطي دحولها. قال لو ما رجع نتفاهم. نسيت انا الموضوع، دريت نسيت الموضوع. خرجت المرة من عند الدكتورة بزيتها، صرنا تغطيناها عند الصنعاني، طلعنا عصر الاتفاق عصر ان احنا نخزنها هناك. كان الجو يعني مشو سابر مدري كيفه. سويت لها عندها قلت لها الحديده، قالت الحديده. شغلنا والحديده يا غالي. انا والمرو وابني حسين الله يحفظه. الله يحفظه. وصلنا يا سيد الناس الحديده، انا قدني ناسي الموضوع، ناسي حق الرجال. ابصر هكذا وهو مجنب عند الكورنيش. مرم بيطعمهن فاتح يحيى عنبه، مت ضحكه قبل ما اسلها عندهم، مت ضحكه بعد ضحك اللي تخيلت ردة فعله. تخيل يا سيد الناس، خليت نفسي جدي وصلت لها عنده. وصلت فتحت الباب حق السائر، حاسبني. تخيل علامات تعجب العالم وقعدت في وجهه. وانا نزلت لوي بصلاتي، حاسبني. فعلا خرج الزاد مقيف، لفيتها هكذا وخضيت يجي 6 متر او 7 متر. نزل من فوق السيارة، أغيثونا يا عباد الله، لحقني من وسط صنعاء أنا علامة 7000 بالتوشان بيصيح. أنا مت ضحكة، كان يقول مش ملعونة ذي زد يخزن منك، ملعونة ذي زد يخزن من مرة. ويدا السحل. صدرت ضحك، رجعت لعندك قلت والله اني بس صدفة ما صدقش، لو ما اتيت عليه ابني حسين رجع صدق.